وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، اللي هو الموت. الموت جاي، الحق نفسك، الحق نفسك. كل كلمة في السورة دي بتقول لنا الحقوا نفسكم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الحقوا نفسكم وغيروا وضعكم والحقوا تقدموا تجاه الملك سبحانه وتعالى. هما بيعملوا ايه دول؟ بيحكوا، بيندبوا على نفسهم. القصة بدأت ان احنا ما كناش بنركعها، لم نكن من المصلين. كانت البداية الصلاة، كانت البداية ان احنا استهترنا بالصلاة. ياللي ما بتصلوش، ياللي بتصلوا على سطر وتسيبوا سطر، ياللي مستهترين في صلاة ولادكم اللي ما بيصلوش قدام عينيكم، قاعدين تاكلوهم وتشربوهم وتعلموهم وتجيبوا لهم كل اللي هم عايزينه ومستهترين في الصلاة، هتسيبوهم يروحوا جهنم قدام عينيكم. اهي القصة بدايتها الصلاة، الموضوع بدايته الصلاة، بداية الانطلاق الى الله الصلاة، وبداية الانهيار الاستهتار في الصلاة. الصلاة يا اخوانا، الصلاة يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، ظهرهم يتخشب، مفاصلهم تتمحى، ظهرهم يبقى عامل زي الحجر بالظبط والعياذ بالله. قل انها لظى نزاعة للشوى.